السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص كمال الطيف، كمال الطيف غدوة يتم سماعه من قبل قاضي التحقيق محكمة الابتدائية بتونس به، والتهمة المنسوبة إليه هي الخيانة العظمى بناء على مراسلات إرساليات قصيرة قيل أنها صدرت من كمال الطيف. أنا كنت عملت حملة للطيف ضد الطيف يعني، وكنت سندت شريف الجبالي، لكن بعد تبين وأن من أشخاص ثقات أن الإرساليات هذه تم افتعالها، وأنا مش لتحقيق شو نقول الكلام هذا، أما هذا اللي سمعته يا شعب، يا شعب الكريم يلي خانتك النهضة، يلي البحيري يلعب بيك، يلي البحيري يحب يسمسر بكمال الطيف، واني جايته البحيري هذاك المرتشي. إذن الإرساليات هذه باش يتم يعني إظهار من أصدرها على أساس وأنها صادرة من كمال الطيف. تراجعت عن حملتي ضد الطيف لأن الطيف أرجل من الغنوشي أو أرجل من علي العرايف. حطوني في الحبس على الكلام هذايا، لأنه وطني أكثر من الغنوشي من العرايف. يا نعم، قبل ما توقفوا كمال الطيف يلزم يتوقف بوشلاكة السارق اللي ثبت عليه السرقة، واللي قاضي التحقيق قالوا برا صب الفلوس رجعهم للدولة بعد ما حطهم في الكونت بيرسونيل نتاعو، والتو الملف نتاعو راقد لأنه سهر الغنوشي. وأبو عياض وقت اللي حبت الداخلية تقبض عليه في جامع الفتح، جاء تليفون من العرايف وقال لهم سيبوه. شكون اعطاه الأوامر للعرايف؟ بالطبيعة سيده الغنوشي. إذا قبل ما تشدوا كمال الطيف توقفوه بالتهمة هذيا متاعكم، حقوا معاه خلي حقوا معاه، لكن باش يتوقف يكون يوم أزرق على النهضويين، وانت يا البحيري يلي تلعب في اللعبة هذيا وتحب تزج بالقضاء في سياستك القذرة، نحن نقول لك ماكش تصنع من حد شيء للطيف قبل ما تشد بوشلاكة، وقبل ما تتحاسب انت، وقبل ما يتحاسب علي العرايف على الرش والطش وعلى اللي وصل تونس اللي هي فيه للإرهاب اللي هي فيه، وعلى الغنوشي اللي متورط في الإرهاب والناس كل ساكتة، ونحن نقولوا برا خلينا نسكتوا خليهم يتفاوضوا، على الأقل عنا شعب نهضاوي نمنعوا بيه، وخيالنا في البلاد هذوكم وصار عليهم العجب وقت اللي سيبهم الغنوشي في التسعينات ولوحهم محرقة في تونس، هذوكم مخيلة نحسوا عليه. أما إن شاء الله في النهضة فما ناس تتحرك عندها الوطنية، شباب النهضة، ويقول ليه القيادات الفاسدة هذية اللي هزت البلاد في حيط واللي قريب باش تدخلها في حرب أهلية. قريت على الفيسبوك وأن حسام الدين الطرابلسي هذا شاب نهضاوي مكتب الإعلامي يظهر وأنه صدره ضاق بفساد قادته ويتبرأ منهم. إن شاء الله برشا شرفاء من النهضة يعملوا اللي يعملوه هو قبل ما يفوت الأوان. الطيف يا غنوشي يلي تحقد على السواحلية، كيف انت عندك مشكلة معانا السواحلية ما لهاك جبتها لروحك كتحب تخدم النعرة متاع الجهوية، نحن لها السواحلية، يا نعم نحن لها. وقت اللي انت كنت في بريطانيا ما نعرفش فاش تعمل ومستولي على أموال النهضة، السواحلية قاعدين يبنيو في البلاد هذية، والسواحلية حروا البلاد هذية إلى جانب زاد أهنا بالجنوب، واني جايتهم جماعة الجنوب، هاني جايتهم على الباجيت بتاعت البنديرة متاعهم للغنوشي الإرهابي وعلى العرايب الإرهابي، هاني جايتهم. انت يا شو اسمك غنوشي أكبر من بابا
بعام ولا بعامين، وبتاتر ممكن نعيش انا بيناتكم عام عامين. فينك انت في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي؟ انا بابا شارك فيها. وينك انت؟ كنت بيبي في حضن امك؟ ما كنت ما شاء الله شاب؟ شبينا ما سمعناكش بيك من جماعه الجنوب. الجنوب يعني عندنا فلاقه الجنوب معروفين تاريخيا، مش نقعد نسرد في هدايا. اما احرار الجنوب شاركوا في تطهير تونس من الاستعمار الفرنسي. انت وينك؟ قل لي، كانك طالب لازم تكون قاومت؟ بابا كان طالب وقاوم. قل لي وين كنت؟ شبيك ماكش مذكور؟ توا وليت لنا عبد وتتفاوض على تونس وانت ارهابي وساكت عليك، ساكتين عليك الكل، والكلهم ماشيين في حدودك، ونحن عاملين عين تشوف وعين ما تشوفش. ايوا لي هذا السوحليه البلاد اللي بناو تونس ماهمش باش يعطيو الطيف باش تحطوا انت في الحبس باش تبتز الطيف، ومش باش نعطيو ولدنا حتى لين تحط نسيبك بوشلاكه السارق في الحبس وتحط روحك انت على ذمه القضاء باش يتحراو فيك ويحقوا معاك على الارهاب. وعلي العري فما قضايا ضده في الارهاب زاد كذلك. وابو عياض يتم القبض عليه وايقافه. واضح؟ وتحب على الجهويه تفضل بها. انا عمري ما كنت جهويه، لكن الضرب وصل للعظم وحسينيك تكره الساحل وتكره بورقيبه. نرجع تو لجماعه الجنوب. يا اخي مشرفكم المرزوقي واللي عملوا في تونس، مشرفكم المرزوقي رئيس جمهوريه تونس يا جماعه الجنوب. اتقطعت الكفاءات من الجنوب. ترتور متاع الغنوشي يعمل به ايش يحب. استفعلوا في تونس كما حبوا، هلكوها ماديا واقتصاديا واجتماعيا، وتوا يبيعوا فينا، والقرار يجي من بيت الابيض، ويعقوب هو اللي يقول لهم ايش يعملوا ما يعملوش، والصهاينه لهنا دايسين على ارضنا. الموساد يجي من بقعه لبقعه، وقداش من جريمه يحتمل وراها الموساد ويخليوا التوانسه داخلين في فتنه بين بعضهم. وعجبكم الغنوشي الارهابي؟ شنو عند هذا انتاج تتفخروا بيه وتحطوا فيه على صفحاتكم؟ انا اون برانسيب نهبط راسي هكا للقاعه، لان لا الغنوشي شرف تونس وشرفكم، ولا المرزوقي شرف تونس وشرفكم. ايام لا غنوشي كان يقف الطيف غدوه تحمل مسؤولياتك شنو باش يصير في تونس. وازلام النهضه الشريط نتاعي اللي عملته ضد شو اسمه الطيف بلوه وشربوا ماه، هذاك عملته في زمان الغفله. اما كي عرفت اللي الطيف راجل حاشتنا بالراجل نتاعنا ذاك. يا نعم، مش باش نعطيو ولدنا والمجرمه تحوس في البلاد. واضح؟ كي يثبت عليه الارهاب حطوه. وحكايه هذه مساله يعني الخيانه العظمى اللي خان تونس هو الغنوشي وجماعته اللي توا يحكموا فينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.